بخصوص موضوع الندوة: دور مادة التربية الإسلامية في ترسيخ قيم الهوية، زيادة على ما سيطرحه الإخوة المتدخلون في تأكيد هذه الحقيقة ومواجهة أو مسايرة سنة التدافع بين قيم الإسلامية وبين ما يراد للشعب المغربي أن تنمط قيمه وتعول تحت طائلة الانفتاح والتطور وكذا، علما أن الجمعية المغربية الإسلامية تتثبت بقيمها ومبادئها وقيم الإسلام السمحة بانفتاح على كل ما يمكن أن يفيد وينفع هذا الشعب. من وجهة الجمعية أريد أن أؤكد على 4 نقاط أساسية. أولا، نجدد التأكيد، لأن أكدنا مرارا وتكرارا منذ نشأة الجمعية أو منذ تأسيس الجمعية على أن أهداف الجمعية وقوانين الجمعية ووثائقها وكل بياناتها وبلاغاتها تؤكد على أن مادة التربية الإسلامية مادة قيم بامتياز، مادة قيم بامتياز، ولهذا نسعى بكل الوسائل المتاحة لترسيخ هذه القيم في مناهج مادة التربية الإسلامية ووسائل تصريفها كالكتب المدرسية والتوجيهات وغيرها. النقطة الثانية أننا نعتبر مادة التربية الإسلامية هي صمان الأمان للتلاميذ والطلبة وكل من يوجد في فضاء مدرسي من كل ضلال أو زيغ أو انحراف أو تطرف أيا كان نوعه. ومن هذا المنطلق فإن الجمعية تطالب في لقاءاتها مع المسؤولين أيا كان موقعهم بضرورة تثبيت مادة التربية الإسلامية في المنظومة التعليمية وإعطائها المكانة اللائقة بها، سواء تعلق الأمر بالحصص أو المعامل أو إدراجها في الامتحانات الإشهادية والوطنية نظرا يعني. ولا نقبل في الجمعية لا نقبل بأي مساس بهذه المادة حذفا أو نقصانا، إما حذفا أو نقصانا، وهذا هو كان من أجله تأسست مادة الجمعية المغربية لأساس التربية الإسلامية. النقطة الثالثة أننا نود أن نضع الحضور الكريم ومن خلال هذا الجمع العام أمام الوزارة مشكل يتعلق بتعامل بعض المؤسسات الخاصة، حتى لا نعمم، بعض المؤسسات الخاصة في تعاملها مع مادة التربية الإسلامية بالنظر إليها أو إلى الامتحانات والنقاط نظرة براغماتية نفعية، بحيث بمجرد ما تنتهي أو تجرى مادة التربية الإسلامية في الامتحان الإشهادي في السنة الأولى تقلص حصصها وربما تحذف من التدريس في الدورة الثانية أو ما شابه ذلك، وهناك طبعا أدلة وتقارير في هذا المجال. نقطة أخرى وهو أن في بياناتنا وبلاغاتنا للجمعية منذ تأسيسها إلى الآن تطالب بتعميم مادة التربية الإسلامية أو الدراسات الإسلامية أو العلوم الشرعية أو أي مسمى، نطالب بتعميم هذه المادة بأي مسمى في المعاهد العليا بجميع شعبها ومسالكها. لا تقتصر تدريس مادة التربية الإسلامية على الإعدادي والثانوي، لأنها مادة ليست خاصة بالتعليم الإعدادي أو الثانوي، بل هي مادة ينبغي أن تكون معممة في جميع الأسلاك حتى الجامعية، في مدرسة المهندسين، في المعهد العالي للقضاء، في مدرسة الشرطة، في أي معهد من المعاهد العليا، لأنها تمثل فعلا الهوية المغربية وتحافظ على
وتعمل على ترسيخ هذه القيم. آخر نقطة تتعلق بالتعليم الأصيل. التعليم الأصيل أيضا الجمعية تعمل أو من ضمن أولوياتها التعليم الأصيل، ويعني سواء من حيث تأسيسه أو هيكلته في بعض النيابات والأكاديميات، أو من حيث العمل على التأطير. وهنا أيضا نشجب أو نحذر من بعض المعيقات التي يضعها البعض في وجه هذا التعليم الأصيل الناشئ الذي هو الآن في صيغته الجديدة. في بعض الجهات قطع أشواطا ووصل الآن إلى السنة الثالثة إعدادي في صيغته الجديدة، بينما نجد في نيابات أخرى وأكاديميات أخرى يعني عراقيل من أجل الدفع به ومن أجل إحداثه مؤسسات خاصة بالتعليم الأصيل في هذه النيابة أو تلك. إذن هذه بعض الإشارات على أساس أن قضية القيم وقضية الهوية سيتناولها الإخوة المحاضرون بالتفصيل. أجدد شكري للجميع، وهذه طبيعة جلسة التحية تقتضي